هذا لا يعني ان تيبي لينك الارشر 1500 مش كويس، القصة انها جاية لأحسن منها. يعتبر روتر آرشر 1500 من تيبي لينك الأرخص في جيله من فئة الواي فاي 6، ويعتبر أحد الروترات الذكية، ويقدم في خدمة جميلة ومستقرة. وكشخص يحب التجربة قررت نرفع مستوى خدمة الإنترنت المنزلية إلى مستوى آخر. لهذا اليوم حنستعرض معكم روتر ال AX 9000 من شاومي. بس قبل كل شيء ننصحك تشوف هذا الفيديو يلي أكيد يهمك لو كنت جيمر وتعاني من أداء الإنترنت الخاص بك، وايضا يهمك كمشاهد لمحتوى مرئي زي نتفليكس او شاهد وغيرهم، ويهمك لو كنت ناوي تغير المنزل متاعك الى منزل ذكي. رابط الفيديو في محتوى الوصف. وقبل لا نتكلموا على الروتر AX 9000 حنعطيك وصفة من 5 نقاط تساعدك في حال كنت ناوي تشتري روتر انترنت ذكي يناسبك، بالذات لو كنت جيمر. وال AX 9000 يعتبر مثال، يعني تقدر تاخده كمرجع، يعني اكيد في احسن منه في السوق. وحط في بالك ديما ركز على افضل المواصفات باقل الاسعار. واول نقطة اللي هي الواي فاي ستاندرد او نظام الواي فاي، ركز على ان الروتر يدعم الواي فاي 6 او 802.11ax. 2 الواي فاي فريكوينسيز او الترددات 2.4 وال 5 جيجا هرتز، والفرق بيناتهم ان 2.4 مداها ابعد والسرعة ابطأ، وال 5G مداها اقل والسرعة اعلى. ودائما اختار الروتر اللي ينتقل بين الشبكتين تلقائيا حسب المكان المناسب دون الحاجة لتدخلك. النقطة الثالثة هي شبكة ثلاثية تراي باند. أغلب الروترز اليوم تعطي شبكة ثنائية 2.4 وال 5G، بس في روترز زي ال AX 9000 يدعم شبكة ثلاثية، وظيفتها تحسين سرعة الإنترنت وثبات نقل البيانات. الفكرة إن حيكون عندك شبكة واحدة 2.4 وزوز شبكات إضافية 5G. الشبكتين ال 5G يخدموا مع بعض لنقل البيانات بشكل مشترك لتقليل الضجيج والتداخل، وذلك لزيادة الفاعلية والموثوقية للشبكة. النقطة الرابعة جودة الخدمة QoS، اختصار للكواليتي اوف سيرفيس، وهي طريقة لقياس جودة عمل الروتر مؤلفة من 3 معايير أساسية. الباكيت لوس، في حال طلبت بيانات ولم تصل إلى الطرف الثاني، وهذه مهمة في حالة كنت جيمر لأنها تسبب في خروجك من سيرفر اللعبة. المعيار الثاني الجيتر أو الرجفان، لما تكون الشبكة غير مستقرة، وهذا حيأثر على جودة نقل البيانات. المعيار الثالث زمن التأخر العالي الليتنسي، كل ما قل زمن التأخر كل ما كانت الفاعلية أعلى، وكلنا نعرفوا إن لو كان في تأخير ولو قليل في اللعبة حيكلفك حياتك، بالذات لو كنت تلعب كول اوف ديوتي أو FC 24 أو فورتنايت. الحق إن أغلب الشبكات تعاني من هذه المشكلة، بس يلي يفرق قدرة الروتر لمعرفة الأفضلية في الشبكة. يعني لو في حد يلعب أونلاين على أي منصة وشخص ثاني في نفس الشبكة يتفرج على محتوى مرئي، في هذه النقطة يتدخل ذكاء الروتر لضمان الإشارة الأفضل للشخص يلي يحتاجها أكثر. ال AX 9000 أحد الروترات يلي تضمن الإشارة الأفضل للاعبي ألعاب الفيديو جيمز دوما وعلى أي منصة، سواء كان كونسولز كمبيوتر أو موبايل. النقطة الخامسة والأخيرة، أحد الخصائص المهم تواجدها في الروتر المستقبلي، واسمها موميمو، مالتي يوزر مالتي انبوت مالتي اوتبوت، مستخدمين متعددين ومدخلات متعددة ومخرجات متعددة. زمان فكرة الواي فاي ان اي جهاز يتوصل بالروتر ياخذ الشبكة كلها، ولو ربطت جهاز ثاني بالشبكة نفسها ياخذ جزء صغير، وتقعد الافضلية للجهاز الاول، وهكذا. مع هذه الخاصية حتنقسم الشبكة الى حزم، كل مستخدم ياخذ حزمة لا تؤثر على باقي الحزم او المسارات، باستثناء الاجزاء اللي عندها الافضلية زي أجهزة الألعاب. وهذه كانت الخصائص المهمة اللي تحتاجها لشراء الروتر المناسب لك. وتوا نجولي فتح محتوى صندوق المنتج.
ال AX9000 من شاومي صنع خصيصا للجيمرز، وهو تراي باند واي فاي 6 ويلي حيعطيك تجربة ثلاثية الموجات فائقة السرعة، زوز موجات 5G، واحدة للألعاب واحدة لمشاهدة المحتويات المرئية زي نتفليكس وشاهد، وال 2.4 جيجا هرتز للأجهزة الذكية. من الأعلى في لوجو الشركة و RGB لايت على شكل X، بالإضافة إلى 4 أنتنات قابلة للطي ب3 أوضاع، ولأنه مزود بتقنيات عالية تم إضافة تبريد مميز داخل الجهاز لضمان أداء عالي ومستقر. من الأمام يحتوي على إضاءات مساعدة، الأولى للنظام والثانية للإنترنت. على اليسار في زر لتفعيل الميش نتورك بالإضافة إلى USB بورت 3.0، وعلى اليمين زر التشغيل وزر إعادة التشغيل. هذا الروتر يدعم 248 جهاز، ولو حاب توسع نطاق الشبكة تحتاج إلى جهاز مماثل، ومن ثم تفعيل زر الميش نتورك لكلا الأجهزة. وبخصوص اليو اس بي بورت تقدر تضيف سعة تخزين تستخدمها كمنصة لمشاركة ملفات الفيديو داخل الشبكة وكأنه كلاود محلي. بما أن الروتر يعطيك 3 شبكات مختلفة، سوز 5G واحدة 2.4، فوزعتهم على النحو التالي: كل الأجهزة الذكية اللي عندي زي جوفي وأليكسا واليونيفرسال ريموت بالإضافة إلى الروبو فاكيوم حطيتهم على 2.4. ال 5G الأولى حطيتها على سمارت تي فيز، الشبكة الثالثة المخصصة للألعاب حطيت عليها البي سي متاعي والبلاي ستيشن 5. ولو كنت من الناس يلي ضيوفهم هلبة تبني شبكة خاصة للضيوف، شبكة منفصلة وتقدر تكون آمنة ووظائفها محدودة. وعلى ذكر الأمان، هذا الروتر يدعم الواب 3 واي فاي بروتكتد اكسس، يعني حماية أكثر وأمان أكثر. ولإدارة الروتر الخاص بك حيكون إما من الويب أو شاومي ابليكيشن يلي هو ماي هوم اب. الحق في هلبة خصائص جميلة جدا وسهل الاستخدام، ويمكنك أيضا إدارة الحركة داخل الشبكة، يعني تقدر تشوف استخدامات كل جهاز في الشبكة، وأيضا قيمة التحميل والرفع الحالي، وتقدر تتعمق وتختار المواقع المصرح باستعمالها وحجب المواقع الغير مرغوبة، وتحدد الوقت سواء كان يومي أسبوعي لطفلك. وتفسير الجملة المكتوبة على إحدى الأنتنات: واي فاي 6 روتر AX9000 4K كوام ترمز إلى الآتي: ال AX معيار الواي فاي 6، ال 9000 هي 9000 ميجا بيتس بير سكند، ال 4K كوام عبارة عن كثافة نقل بيانات أعلى بنسبة 20%. هذا الروتر أيضا يدعم ال OFDMA والموميمو، وبدمج هذه الخصائص معا يتم تحقيق سرعة أكبر وتأخير أقل عند استخدام أجهزة متعددة في نفس الوقت. نذكرك أن سرعة الإنترنت تعتمد على مقدم الخدمة. الروتر يعمل على تنظيم العمل داخل الشبكة المنزلية حتى يوفر لك الخدمة بأفضل صورة بغض النظر على عدد الأجهزة المتصلة داخل الشبكة. وكل ما كان الروتر متطور كل ما كانت الشبكة مستقرة ومثالية. هذا الروتر ليس الأفضل في السوق، ولكنه منافس قوي بين الفئات الموجودة حاليا. هذا الفيديو لتوضيح بعض النقاط يلي حتساعدك في اختيار الروتر المناسب لك لتحسين أداء الخدمة داخل منزلك أو المكتب. ال AX9000 كان فرصة لتمرير هذه المعلومات إليك صديقي، ولم تكن دعاية للشركة أو للمنتج في حد ذاته. وكل يلي فرغت محتواه في قناتي كان من حر مالي، استخدمتهم كمادة تعليمية لنشر ما تعلمته من هذه التجربة، وأتمنى أن الفائدة عمت كما تمنيت. وتو تشاوي.